السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات العزاز الغاليين. مرحبا بكم في وصفة جديدة من الوصفات الصحية اللي كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. مرحبا بكم جميعا، ما تنساوليش لايكات أرجوكم، كديروا مشاهدة وما كديروش لايك. أنا كنعرفكم غير كتنساوها لأن قلبكم كبير وكتبغيوني بحال اللي كنبغيكم. أنا كنعطيكم الحاجة من قلبي، ما فيها باس نديرو ديك لايك. هاد الدجاجه هادي ما كاينش اللي غادي ما كيعرفهاش. كنعرفو الدجاج معمر باشكال والوان مختلفه، كنعرفوه بالمعدنوس، كنعرفوه بالكبده، كنعرفوه بالروز، كنعرفوه بالشعريه الصينيه، كنعرفوه غير بالخضر، كنعرفوه بالخضر مشكله مع الارز. كاينين عده اشكال وانواع. حنا فقط اليوم بغينا نشاركو معكم العشاء ديالنا البسيط اللي هو هاد الدجاجه هادي معمره. غادي هاد الدجاجه هادي بحال اللي كيعرف الجميع، كتشريو الدجاج، كتحكوه، كتغسلوه مزيان بالحامض وسكينجبير طري، واللي ما عندها سكينجبير طري دير كذلك بودغ، وديروا لها واحد الحكه بالملحه في الاول ورقدوها في داك السكينجبير والحامض مطحون بالقشره ديالو في المولينكس من طبيعه الحال، وديروا لها الملحه وديروا لها الخل وديروا لها واحد شويه ديال دقيق الفرص، الدقيق الابيض. شتيو الدقيق الابيض كيفاش كيخليها كتولي بحال الثلج تماما، ما كيبقاوش داك الصفوريه اللي كيكون ديال الريش ولا شي حاجه. دابا غادي نتوكلوا على الله، غادي ندوزو للتوابل اللي غادي نبداو بهم، لان حنايا غادي نديرو هاد الدجاجه هادي في جوج ديال الاشكال. غادي نديرو الشرموله في شكل، ومنين نديرو لا فاغس غادي نديروها في شكل. هنايا غادي نحتاجو القزبر، غادي نحتاجو شويه د الهريسه، شويه ديال الثومه، سنوف واحد ديال الثومه، غادي نحتاجو معلقه ديال الفلفله حمراء ومعلقه صغيره ديال الكمون. غير فقط انا كنكبر لكم هنايا باش كتوضح الصوره قدامكم. غادي نخويو كلشي في هذا الصحن هذا، القزبر، الثومه، الفلفله حمراء، الكمون. غادي نخلطوه هنايا بواحد شويه ديال الماء، ما تكتروش، غير شويه ديال الماء، وغادي ندهنو به هاد الدجاجه كامل. حنا ما عندنا علاش نطولو، غادي بحال اللي كتعرفوا كلشي كيعرف يخلط وكلشي كيعرف يدهن الدجاجه. غادي ندهنوها ورجع معكم، لان باش ما نطولش عليكم الفيديو فقط غادي ندهنوها ونرجعوا معكم. بحال اللي كتشوفوا عزيزاتي، هانتوما كتشوفوها كنقبطو وكنخشيو تحت الجلد ديالها، كنحشيو هاد الشرموله هادي. علاش كندخلوها تحت الجلد؟ باش واخا طيبوها باي طريقه بغيتيو، في الكسكاس ولا في اي حاجه، غادي تبقى ديك الشرموله محشيه تحت الجلد. لان هذه اللي كنديروا على برا فقط، اللي درتوها في الكسكاس غادي تقدر تطيح. هنايا كذلك في جهه الصدر درنا هنا تقيبات بالسكين اللي هما هادو دخلنا فيهم كذلك، دخلنا فيهم شرموله. هانتوما كتشوفوهم العزاز، دخلنا فيهم شرموله باش كيجيو لذاذين. دابا شرملناها، غادي نقبطوها ونخليوها جانبا ونكملوا معكم الوصفه. عزيزاتي اعزائي، دابا غادي ندوزو للحشوه. هذا الارز الكامل، كلشي كيعرف الارز الكامل بحال اللي عارفين، هو شيء ما مغلوق شويه على الارز الابيض، ماشي مشكل. بزاف ديال الناس كيقول لك ما كيبغيش يطيب لنا، كيعذبنا، كيدير لنا. غادي تقبطوه، غادي تغسلوه جوج المرات ولا ثلاثه، وترقدوه في واحد في كاسرونه ولا طنيجره ولا بانيو فيه واحد شويه ديال الماء، وتخليوه عليكم واحد نص ساعه ديال المكانه، وعاد تسلقوه. ملي تسلقوه سلقوه مزيان، لان في الحشوه راه ما غاديش يطيب لكم. الا قلتي غادي نطيبو غير نص طياب ونعمر به، راه ما غاديش يطيب لكم. هذا براسو راه ما طيبش مزيان بحال اللي كتشوفوا هكا. زعما طيب مزيان، بغيت نقول لكم طيب مزيان. ها نتوما ملي كنوريكم عليه راه كيتقسم، ولكن ما كيتفرتتش، لان هذا هو الارز الكامل، ما عندنا ما نديروا له. في هذه الحشوه هذه غادي نديروا معكم كميه ديال المعدنوس،
المعدنوس واخا ديرو كتر من هادشي ماشي مشكل، غيديروه ما كيدير حتى شي حاجة خايبة. غادي نحتاجو واحد شوية ديال الزيتون مقطع. غادي تقولوا لي ما يمكنش، قلتي والزيتون كيثبت الوزن. هانتوما شتيو الكمية اللي درنا هنايا، درنا فقط الزيتون ودرنا هاد المعدنوس. هادو بجوج واخا نديرو حنا هاد الكمية اللي درناه نجيو نفرقوها على افراد الاسره، راه ما غاديش تجيك حتى معلقه عامره، ما يجيوكش حتى 4 الزيتونات. في المثل بغيتي ديري صحن فردي غادي ديري 4 الزويتينات. الزيتون فوقاش كيثبت الوزن، غادي تاخديه اليوم وغدا. كاينين شي بعض الانظمه وشي بعض الفهيميين حاطين الزيتون ما يمكنش. الزيتون كيحتوي على فيه بزاف الفيتامينات والمعادن ومفيد للصحه، ولكن فيه الملحه بزاف، وديك الملحه من طبيعه الحال اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا كتولي مضره بالصحه. دابا غادي نديرو التوابل. هانتوما كتشوفوا عندنا الخرقوم بلدي، عندنا شويه د الابزار، عندنا سكينجبير، وعندنا مليحه. غادي نخويو كلشي هنايا بحال اللي كتشوفوا. ما عندناش توابل بزاف لان بغينا داكشي يبقى في طيبته. هنايا عندنا زيت المائده، غادي نديرو 2 معلقات باش ما يجيناش الارز ناشف، باش ما يجيش ناشف ويجي هكاك ملصق مع بعضياتو. هذا مكان غادي نخلطو هادشي كامل 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 وغادي نرجعو معاكم بحال اللي كتشوفوا. غادي نخلطو غير بيدينا، ما غاديش نبقاو حنا نفشرو على الناس ونديرو زعما حنا كنخلطو بهذاك البريستيج الخاوي. انا ما عنديش معاه، عندي الحاجه بحب. لمسوا الاشياء، قبطوا في الماكله، شعروا بها، غادي تجيكم من طبيعه الحال لذيذه. ما كاين لا ضامه ولا ماشي ضامه. انا كنقولها لكم داك الشيء المضر بالصحه كله بعدو منه. ارز، معدنوس، توابل فقط، ما درنا فيهم لا كبود ولا قناصي ولا جناوح ولا حتى شي حاجه. ما عندنا لاش نقويو ديك. بغيتيو تزيدوا هنايا، بغيتيو تزيدوا الجلبانه، سلقوا الجلبانه وزيدوها هنايا. بغيتيو تسلقوا خيزو، ديروا خيزو كذلك كيجي غزال ولذيذ. وربما حنا غادي نزيدوا واحد خويزويه. دابا طاحت عليا هاد الفكره هادي، ربما نزيدوها ربما ما نزيدوهاش على حسب. المهم هانتوما كتشوفوا غادي نكملوا التخلط وغادي نرجعوا. عزيزاتي بحال اللي كتشوفوا من بعد ما خلطنا ما زدنا لا خيزو لا حتى شي حاجه، فقط قلنا غادي نرافقوها بالخضر. هنايا حنا كنعمروها قدامكم بحال اللي كتشوفوا. غادي نعمروها مزيان مزيان مزيان، غادي نعمروها هانتوما بدون زياده او نقصان بحال اللي كتشوفوا. ما فيها حتى شي حاجه خبعناها عليكم. غادي نكملوا التعمار وغادي نجمعوا لها هاد الجلده ديالها هادي عيني. غادي نجمعوا هادي مع هادي، اما بديك لي كوردون واما غادي نجمعوها بالخيط ديال المطبخ. وغادي يكون عندكم من طبيعه الحال ابره خاصه بالمطبخ، ما تستعملوهاش في حاجه واحده اخرى. قبل ما تستعملوها غادي تحرقوا لها الراس ديالها فوق البوطه وغادي تستعملوها وتخيطوا بها. وهنايا غادي نرجعوا معكم منين نوجدوها ان شاء الله. عزيزاتي الدجاجه ديالنا بحال اللي كتشوفوا ما شاء الله الله اكبر. هو دا القزبر ديال شرموله باين لها هنايا. شرموله تبارك الله عندها في العنيق ديالها نتوما كتشوفوا. جمعناها، درنا لها العمليه الجراحيه، خيطناها، جمعنا لها رجيلاتها هي هذه، خيطنا لها الكرش ديالها منين كنا كنعمروها. دابا غادي نهزوها هكا ونقلبوها على صدرها. هنايا في هاد المقيله هذه عندنا هاد المقيله هذه غادي نقلبوها عليها وغادي نديروها في الفرن. غادي نجمعوا عليها هاد السلوفان هو الاول بحال هكا، بحال اللي كيعرف الجميع، ماشي السلوفان اعتذر. غادي تجمعوا عليها هاد بابيي كويسون، راكم عارفين مع سيدنا رمضان الانسان كيدوخ. غادي تجمعوها من هنا ومن هنا، ما يبقاش الاثار
ديال الهواء منين يدخل لها. عاد من بعد غادي نجمعوا عليها الالومنيوم. بزاف ديال الناس، اسمحي لي الله يرضي عليك بنتي، بزاف الناس كنشوفهم كيخطئوا في هذه المساله هذه، ما كيركزوش على هذا الالومنيوم. هاد الالومنيوم الا بغيتيو غير تسخنوا الحاجه كانت ديجا طايبه كديروا هذا من فوق، لان هذا كيرد النار. الا كنتيو باغيين طيبوا الحاجه كديروه من داخل، وكديروا هاد الجهه الكاشفه هي اللي كتكون من برا. بزاف ديال الناس كنشوف كيقبطوا يقطعوا الالومنيوم ويديروا ديك الجهه البغيهم من الفوق. كنقول سبحان الله، ربما عارفين ربما ما عارفينش. المهم انا بغيت نوصل لكم المعلومه بحال اللي كتعرفوني دائما وابدا، الصدق والمصداقيه. هذه ما غادي نديروا لها حتى شي حاجه، فقط غنهزوها بحال هكا بحال اللي كتشوفوا عزيزاتي اعزائي. غادي ندخلوها للفران، نخليوها طيب على خاطرها، يا ساعتين يا 3 ساعات فوق ما وجدت لنا ما عندناش مشكل. وغادي نفوتوا نوجدوا معكم الخضر كذلك اللي غادي نرافقوا بها هاد الدجاجه هذه. خليكم معنا ما تمشيو فين. عزيزاتي بقى لنا الرز هنايا. الرز شنو غادي نديرو به؟ غادي نديروه في هاد الجبانه هادي، غادي نخويوه كامل بحال اللي كتشوفوا هكا. يلا غادي نخويوه وغادي نديروه في جنب الخضره باش يبقى سخون، باش منين تبغيو تحطوه للاسره ديالكم ولا الاصدقاء ديالكم ولا الصحاب ديالكم غادي تلقاوه هذا. شوفوا البنات، هنايا كاين واحد الطريف ديال اللحم، ها هو هذا طريف ديال اللحم بحال اللي كتشوفوه. هذا راه قنيصه قبطناها سلقناها، قالك تشهاوها سلقناها ودرناها لهم هنايا. انا قلتها لكم وغادي نعاودها لكم اي حاجه درتها ما غاديش تلقاو فيا الكذوب، الصدق والمصداقيه. هذه قنيصه مسلوقه، قنيصه ديال الدجاج صافي. هذا مكان حنا درنا هذه. غادي نوجدوا معكم الخضر، غادي نديروها في الكسكاس وغادي نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هانتوما كتشوفوا ها هي هنايا، شفتوها البنات؟ قنيصه مقطعه. وهذا خليكم معايا ما تمشيو فين العزاز ديالي. عزيزاتي بالنسبه للخضر اللي غادي نرافقوا مع هذيك الدجاجه، اي واحد يدير اي خضره اللي عنده في الدار، ولكن الخضر اللي فنين وصحيين ومزيانين وكنصحكم باش ديروهم دائما هما هادو، خصوصا ملي تكون دايرين الرز. الا كنتيو دايرين الدجاج مثلا معمر بالمعدنوس بوحدو وشرموله والتوابل غادي ديروا، ممكن ديروا بطاطا الحلوه، ولكن بما اننا دايرين الارز ما غاديش نديروا بطاطا لان تقريبا بحال. واخا بطاطا الحلوه راها صحيه بزاف. هنايا درنا لاغيكو فيغ، هي اللوبيا الخضراء. بزاف ديال الناس كيقول لك هي هذه. المهم في مدينه فاس كنقولوا له لاغيكو الخضار، كيعطينا لاريكو هي هذه. هذا البروكولي، هذا القوق نقيته بهذه الطريقه هذه، زولت له هذا القشره الخارجيه ديالو. هانتوما كتشوفوا يديا ولات كحله. هنا درنا الجزر ودرنا الفول الاخضر. كل واحد قلت لكم يدير اللي متوفر عنده واللي قادر يشريه. ممكن ديروا القرع، ممكن ديروا الدنجال، ممكن ديروا اي حاجه. هاد بالنسبه لهادو بثلاثه خصنا نغسلوهم ونعاودوهم ونغسلوهم بالخل والملح، لان هادو كيكبروا بحال دابا كيكبروا في التراب، بحال لاغيكو فيغ راها مقيوسه بالتراب. هانتوما كتشوفوا الا بقيتيو كتحقوا فيها هنا، هانتوما شوفوا المتابعات راه فيها التراب. البروكولي كذلك، القوق كذلك، خصو منين تكونوا كتغسلوه تبقاو كتسوسوه هكا دائما. الا كنتو غادي ديروه صحيح تبقاو كتسوسوه، لان في هاد الوريقات هادو لداخل يقدر يكون شي حشره ولا شي حاجه. المهم نتوما شنو غادي ديروا؟ غادي تطلقوا الروبيني وتبقاو ديروا هكا ها، وانتم كتنفضوا. هاد لي زاستيس هادو راهم ماشي كلشي كيقولهم، ماشي كلشي كيوريهم. غادي تغسلوه مزيان. قلت لكم غادي تغسلوه بالماء في الاول وغادي تعاودوه بالخل والملح. هادو غادي تكونوا كتاكلوا خضر 100%، وما تخليوش الخضره حتى تهبط وتولي بصاره.
كذلك الجزر والفول، هادو غادي نغسلوهم غير بمية شي ليلة خفيفة، لأن ديجا هذا الفول من طبيعة الحال كيكون في القشرة ديالو، والجزر نقيناه غادي نشلوه فقط شي ليلة خفيفة، وغادي نتلاقاو إن شاء الله. سمحوا لي بغيت نقول لكم بالنسبة للتوابل، كاين اللي غادي يدير ديروا لا فينيغريد ولا سوطيو في المقلب الثومة ولا الثومة ولا البزار والحامض، ولا أي واحد عنده الاختيارات ديالو، ولكن خليكم معنا تشوفونا حنا في الطبق الأخير كيفاش غادي نديروا لهم نديروهم طبيعيا. نجيب القرعة. البنات بحال اللي كتشوفوا تبارك الله ما تضيعهاش، هانتوما هي طايبه، هانتوما الدليل بانه الشنيح بدا كيتفكلو العظم ديالو، هو دا ما شاء الله. هنايا الفخيضات كلشي طايب كلشي زوين. ها هنايا غادي نكملو معكم الوصفه. بحال اللي كتشوفوا الفيديو ديالنا هو هذا، الاكله ديالنا هي هذه، هي موجوده تبارك الله ما شاء الله. كاين الجزر، كاين البروكولي، كاين لاغيكوفير، كاين الفول الاخضر، كاين الارز الكامل كذلك. دخلنا الدجاجه ديالنا للفران ووجدناها وحمرناها، خليناها ساعتين وجبدناها لقيناها باقيه قابطه راسها، زدناها نصف ساعه تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا العظم بدا كيتفك على اللحم، العظم بدا كيتفك على اللحم. ها هو ده هنايا اكبر دليل، هانتوما كتشوفوا تفرتت كامله تبارك الله. حنايا ما قلبناها ما والو، خليناها على وجهها في ديك الصينيه ديال الفرن بحال اللي درنا لها حتى خرجناها في اخر لحظه بهذه الطريقه هذه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وما اللي ما دخل القناه لاول مره ما ينساش يدير ابوني ويبارطاجي مع الاهل والاصدقاء ديالو والاسره ديالو هاد الوصفات هادو الصحيه اللي كنتمنى تلقاكم في حسن الصحه والعافيه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه عزيزاتي اعزائي.